قال ان هذا الاستجواب او وصف هذا الاستجواب بالاستجواب الركيك الذي لا يرقى حتى ان يكون استجوابا، بماذا ترد؟ طبعا انا يعني بالنسبه للاخ صالح عاشور والاخ دكتور يوسف زلزله، نعم، يعني نواب سابقين ولهم خبرتهم في العمل السياسي، ولم يتكلموا او يمدحوا هذا الاستجواب ومحاوره الا بعد قراءه هذا الاستجواب. فهذه يعني شهاده من نائبين سابقين لهم خبرتهم في العمل السياسي، سواء اتفق معهم او اختلف معهم في مواقف معينه، ولكن نظر من منظور القبلي. من تقصد بالنائب؟ نعم، من تقصد؟ اللي انت سالتيني عن هذا السؤال. انا قلت لك الكثير قالوا بان هذا الاستجواب نعم. ركيك. نعم. انت ركزت على نائب واحد. نعم. من تقصد؟ وصلت الرساله لهذا النائب. لا، هو صرح وقال هالكلام. ايه. تقصد مبارك الحريص؟ ايه اكيد مبارك الحريص. نعم. نعم. يعني هو واقف مع الوزير بدوافع قبليه؟ طبعا واقف على شنو؟ يعني واقف من اجل الكويت؟ انا بتكلم عن محاور تهم الكويت، بتكلم عن فساد في الاغذيه، عن فساد نعم. في ارتفاع الاسعار، قياديين داخل وزاره التجاره يتلاعبون في الاسعار ويتلاعبون في التجاره وفي بعض الامور. تكلمت عن اليوم انهيار البورصه، اليوم ما في بيت بالكويت ما له علاقه بالبورصه يستحق. مبارك الحريص اللي ضد الاستجواب وقال عنه ركيك، في بعد نواب ثانيين؟ لا هو طبعا يعني خلينا نكون واقعيين، يعني مع احترام وتقدير. هل بعد النواب الثانيين بدوافع قبليه يعني؟ لا هو شوفوا يعني نتكلم صراحه، اليوم اللي واقف ضد الاستجواب طبعا يعني الاخوان الممثلين قبيله العوازم. نعم. وممثلين التحالف الوطني واقفين بسبب يعني مواقف سياسيه. يعني الان الوزير عنده ميزتين، الوزير هذا عنده ميزتين، ميزته انه يعني راح للقبيله، وعنده ميزه الى التيار الذي ينتمي له.